بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من عقل كروي. النهارده هنحلل مباراه النادي الاهلي ونادي الداخليه في الدوري العام. العنوان العريض للمباراه هو الاهلي في نزهه كرويه بثنائيه وسام وامام. التشكيل على طول: محمد الشناوي في الجانب الايمن، محمد هاني في الجانب الايسر، كريم فؤاد، اتنين قلب دفاع، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، مروان عطيه والسوليه وامام عاشور. في خط الهجوم الشحات على الجانب اليمين واحمد عبد القادر في الجانب الشمال، مهاجم اساسي وسام ابو علي. مش هنتكلم النهارده كتير على التكتيك لان المباراه كانت سهله جدا. في فرق مستوى رهيب بين فريق النادي الاهلي وفريق الداخليه. النهارده كانت في آفة اللاعب المصري، كان بيضيع لعيبه النادي الاهلي، كانت بتضيع فرص كتير جدا جدا جدا. عبد القادر ضيع اكتر من فرصه، امام ضيع اكتر من فرصه، اللعيبه ضيعت فرص كتير. وبناء عليه احنا بنقول للعيبه لو كان فرصه في ايدك ان انت تخلص الماتش ده 6 و7 ليه لا. هنحلل الخمس اهداف مع بعض، الاربع اهداف بتوع النادي الاهلي والهدف الساذج، الخطا الساذج من دفاع النادي الاهلي ومحمد الشناوي هدف الداخليه. هنبتدي بهدف الداخليه الاول، لان ما ينفعش حارس كبير باسم الشناوي كرة تعدي من تحت ايده بالشكل الوحش ده، ولا خط الدفاع يلعب على الاوفسايد بالطريقه دي. نيجي للاربع اهداف بتوع النادي الاهلي. الهدف الاول اتعمل دبل باص بين الشحات ومحمد هاني في مساحه، كان الشحات النهارده في تحرك في تحرر، واتلعبت عرضيه كانت قويه جدا، خبطت في جسم وسام ابو علي واحرز النادي الاهلي الهدف الاول. الهدف الثاني كان عن طريق ضربه جزاء حطها وسام ابو علي، اللي بيثبت ان هو من احسن اللعيبه اللي سددت ضربات جزاء في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، لانه هادي جدا 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 وهو بيلعب اي ضربه جزاء. الهدف الثالث كان امام عاشور في الشوط الثاني، المساحه الواسعه اللي تسبب فيها الدفاعات الداخليه، كان فريق الداخليه اللياقه البدنيه بتاعته قلت جدا، فما بقاش يضغط، بقى في مساحات واسعه جدا. الكوره كانت على حدود ال 18، امام عاشور شاطها بقوه، جت جنب العارضه ودخلت جون. الهدف الرابع واللي لازم نقول فيه شابوه برافو جدا 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 للبديل اللي نزل، عمر كمال عبد الواحد العائد للاصابه. عمر كمال عبد الواحد هو اللي بدا الهدف الرابع بباص لرضا سليم من نص ملعب النادي الاهلي. رضا سليم لعبها في المساحه لامام عاشور، كان امام عاشور اوفسايد، ولكن عمر كمال عبد الواحد جري في المساحه وهو اللي خد الكوره، وبدل ما يحطها هو فضل ان هو يلعبها لامام عاشور. ده حاجه كويسه جدا جدا جدا، برافو وشابوه لعمر كمال عبد الواحد. من هنا هنقول ده الفوز ال11 للنادي الاهلي، مزيد من الانتصارات لمطارده بيراميدز. نشوفكم في حلقات جديده من عقل كروي.